هنعمل حلقات كتير الفتره الجايه، يا ريت تتفرجوا عليها وتعملوا لايك وشير، ويا ريت تعملوا سبسكرايب، اهم لان حاجه. حلقات الست 80% من اللي اتفرجوا عليها كانش عاملين سبسكرايب. ده افضل 10 مسلسلات في 2025، وهيتشال منهم مسلسل بيتعرض دلوقتي على شاهد اسمه لا ترد ولا تستبدل، نزل منه 6 حلقات، انا شفت منهم 5. لو كمل على المستوى ده كان هيبقى ليه مكان في التوب 10. شفت هم دايما بيقاطعوني في النص. على طول بالمركز العاشر الا وهو مسلسل النص. مسلسل النص بطولة احمد امين. النص انا مش هقول ان انا حبيته، لان النص 15 حلقة كانوا كتير قوي عليه، وتحسن مع وجود شخصية ميشيل ميلاد. ميشيل ميلاد برضو موجود في السادة الافاضل، اللي شاف فيلم السادة الافاضل الثلاثة اللي كانوا طالعين لهم جلابيع، طه دسوقي وعلي صبحي وميشيل ميلاد. فميشيل ميلاد من اول ظهوره في مسلسل النص المسلسل بيتحول لكوميدي، ما قبل ذلك هو مسلسل بطيء، كان ما بعد ذلك هو بيبقى مسلسل افضل بكتير. ما بعد ذلك ده اللي هو بعد الحلقه السابعه، فده اللي احنا قعدنا 7 حلقات كتير قوي. فتره عمر النص. لطيف، هينزل منه الجزء الثاني في رمضان الجاي. ما اقدرش اقول ان انا هتفرج على الجزء الثاني. تجوزني؟ نعم. تتجوزني؟ هو مسلسل تامر محسن قلبي ومفتاح، بطولة آسر ياسين ومي عز الدين، وبدأ بداية جيدة للغاية، رومانسي حالم. أول 3-4 حلقات كانوا كويسين، لكن كالعادة مسلسلات رمضان اللي شفناها السنة دي 15 حلقة كانوا كتير جدا عليه. المسلسل ده 7 حلقات ماكسيمم 8 لو احنا شادينه قوي، فإن هو عمل 15 كان كتير جدا. أداء رهيب من دياب. مش هقدر أقول إن هو من أكتر مسلسلات حبيتها تامر محسن، لا ده أنا ممكن أقول إن هو أقل مسلسل حبيته تامر محسن، مش عشان سوءه، ومسلسل موجود معانا في توب 10، بس لجودة العالية لمسلسلات تامر محسن التانية. أنا عندي اسم حلو نسميه سمنة على عسل. حلو برضه. رقم 8 معانا هو مسلسل اخواتي، اخراج محمد شاكر قدير، وبطولة الرباعي نيللي كريم، جاني الشماشرجي، روبي وكندا علوش. مسلسل حلو برضه، نفس مشكلة الاثنين قبلي. المسلسل ده لو كان 9-8 حلقات كان يبقى رائع، لكن 15 حلقة كانوا كتير جدا عليه. انا كنت مبسوط بيه جدا في الاول، وبعد كده انبساطي ده وقع جدا مع نهاية المسلسل. بس بقى ان كان في حاجات غير منطقية، وحاولوا في الاخر يمنطقوا المسلسل. يعني انت تتفرج على المسلسل تحس ان المسلسل فيه من روح محمد امين راضي، هو كتابة مهاب طارق، لكن بنكتشف في اخر المسلسل ان هو حاول يمنطق كل شيء. انا في رايي الشخصي محاوله مش صحيح. لو كنت خليته بروح ونفس محمد امين راضي الغرائبي ده كان هيبقى افضل بكتير. مش حابب برضو ان هو سارق التتر بتاع وايت لوتس، لكن اخراج محمد شاكر قدير كان جيد. هو شكرا يا بابي وكل حاجه، بس فين اللانش بوكس بتاعنا؟ رقم 7 معايا هو مسلسل كتالوج بتاع محمد فراج. هو مسلسل لطيف مؤثر لبعض الناس، وانا كنت شايف ان هو كان فيه ميزه اساسيه بقى المختلفه عن كل المسلسلات اللي قبل دي. انا حلقاته مناسبه جدا للقصه اللي بتتحكى. عندي مشاكل معاه واتكلمت عنها في الحلقه اللي ممكن ترجعوا لها من هنا، لكن على الاقل هو ما عندوش المشكله اللي موجوده في المسلسلات اللي قبليه. ما جراش حاجه، ما انت عارف حنين. بنات على قرف البنات. مركز رقم 6 هو مسلسل ظلم المصطبة. مسلسل عانى بشدة من تغيير المخرج والمؤلف بعد انتصاف حلقاته. يعني ده مسلسل بعد اول 8 حلقات لو كان كمل بكتابه محمد رجاء وهاني خليفه اللي كانوا عاملين رحله 404، ده كان هيبقى في اول 2-3. مسلسل مختلف تماما، واجواء مختلفه تماما، وتمثيل من ريهام عبد الغفور وفتحي عبد الوهاب توب كلاس. لكن بعد كده تحس طبعا بالشيفت، ايه ده ليه ورغم كده هو في مركز 6. احنا هنخش دلوقتي على التوب 5. لو حد قال لي رشح لي اتفرج على المسلسلات اللي من رقم 10 لرقم 6 هقول لك لا، لكن هرشح لك تتفرج على المسلسلات اللي من مركز 5 ل1. معاكي، عايز اتكلم معاك يا مروه. والله ما هينفع، الراجل زمانه جاي دلوقتي وما ينفعش يشوفنا مع بعض اصلا. رقم 5 هو مسلسل ورد وشوكولاته، اخراج محمد العدل وبطوله محمد فراج وزينه. واحده من افضل اداءات محمد فراج. قلت لي افضل اداء ليه بره تامر محسن. وزينه في منطقه الراحه بتاعتها، شخصيه هاي كلاس بس عندها حته بيئه منطقتها. هو طبعا مبني عن احداث حقيقيه. الناس متعلقه بام الضحيه يعني. صفاء الطوخي كانت رهيبه. المسلسل كان 10 حلقات، هو كان يبقى 8 و7 بس قشطه. 10 حلقات من 8 ل7 مش مشكله، لكن 15 حلقه يبقوا 8 و7 لا مشكله. لكن المسلسل كان وفي للغايه للقصه الحقيقيه، وعملها بشكل جيد في التمثيل وفي الاخراج. غلبني بحجته وشبكني بحكمته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا. انا ماشي. اقعد، انت هتهزر يا عرب. رقم 4 هو مسلسل كان على شاهد نزل من قريب، وهو مسلسل ابن النادي لأحمد فهمي وحاتم صلاح وزازا وآسر، وتأليف برضو المرة الثانية تأليف مهاب طارق. المسلسل عجبني جدا، في ناس ما عجبهاش يمكن عشان ليه علاقة بالكورة، بس أنا المسلسل ده يعني تاني أكتر حاجة ضحكتني السنة دي في الأعمال المصرية. حاتم صلاح
صلاح تاني افضل شخصيه كوميديه في 2025، وزازا واحده من افضل الشخصيات الكوميديه في 2025. عبد الرحمن زوز. ثنائيه حاتم صلاح وزازا دي من اكتر الثنائيات اللي كانت بتضحكني. المسلسل كان لطيف جدا، المثال الحقيقي اللي هو تقعد بعد يوم شغل تتفرج على حاجه تضحكك. احمد فهمي كان بهشام ماجد في المسلسل ده، هو كانش بيقول اي افيه، هو واقف في الخلفيه ورد فعل للاثنين. اول حلقتين ما كانش بيضحكوا قوي، الحلقه بتبتدي تضحك من اول ما بيطلع حاتم صلاح وزازا في المشهد. اول فرصه مهدره لو كنا استغلينا لاعبين الكوره، تخيل مثلا ان احنا عندنا الاشخاص دي ولاعبين الكوره عندهم شخصيات بقى مختلفه بتضحك، كان الموضوع هيروح في حته ثانيه خالص. فرصه مهدره ثانيه، ازاي ده ما كانش فيلم؟ ده فيلم يجيب ايرادات اعلى من اي ايرادات احمد فهمي جابها في حياته. فرصه مهدره، الفيلم جميل. كان مثلا كان يبقى اكيد احسن من المطاريد. المطاريد فكره ان هو حاول يكتب الشخصيات للممثلين، بس الصراحه المطاريد كانت مشكلته الاساسيه وانت بتتفرج اخراج سيء، كان اخراج على ما اظن ياسر سامي. لا ياسر سامي هيفضل بالنسبه لي مخرج كليبات. شفتي اللبن ابو 5 جنيه عامل ازاي؟ ربنا يكتبه لنا يا رب. نخش على المركز الثالث، وهو مسلسل محمد سلام الجديد كارثه طبيعيه. مسلسل دارك كوميدي تاليف احمد عاطف فياض اللي كتب مسلسل بالطو. ودايما بنلاقي ان هو بياخد وجهه النظر الطبيه بشكل مختلف، مره من وجهه نظر الطبيب مسلسل بالطو، ومره من وجهه نظر المريض بمسلسل كارثه طبيعيه. كارثه طبيعيه. المسلسل كان دارك كوميدي. حبيت اول 4 حلقات، في اوقات كتير كان دارك جدا، لكن من اول الحلقه 5 للحلقه 9، الحلقه 9 دي دارك بس، يعني هو اسمه كوميديا سودا، لا الحلقه 9 دي سودا. فقد البوصله في نص المسلسل ان هو مش عارف يوصل للدارك كوميدي. نص المسلسل الثاني المسلسل بقى تقيل، لكن ده لا يمنع ان هو مسلسل جيد، وبالذات الحلقه الاخيره كانت كويسه، الحلقات الاولى بتاعته كانت كويسه، اداء جيد من محمد سلام، اداء جيد من جهاد حسام الدين. لكن افضل اداء في المسلسل كان المفاجاه بالنسبه لي كامل ابو رايه، ان كامل ابو رايه يبقى كوميدي. هو دور جديد قوي عليه، فيتمنى نلاقي حاجات كتير زي كارثه طبيعيه يعني. انت بتعمل ايه؟ دخلت زي ما قلت. يوسف قول لي هو كان بيعمل ايه؟ نايم بهدومه كان بيعمل ايه؟ المسلسل الاكثر ضجه في رمضان وهو مسلسل لام شمسيه. ممكن اقول هو اكتر مسلسل متعوب عليه في الكتابه، كان فريق سرد ومريم نعوم، متعوب عليه في الاخراج. اول حلقتين بالذات في ان انا ازاي شو دون تل، ازاي انا اوري لك حاجه مقبضه بس انت بيوصل لك الاحساس. في مشهد ازاز الباب ده رائع، شاهد محمد شاهين مع طفل علي باري، ده تمثيل محترم وحاجه جميله جدا يعني. حبيت جدا احمد السعداني، حبيت جدا محمد شاهين، صفاء الطوقي عملاقه كالعاده، يسرا اللوزي دايما مدياني احساس الكآبه، ده همدانه اندر ريتد جدا. اسير عمران كاستنج تشويس اندر ريتد، وان المفروض كان حامل الدور اسماء جلال، واسير عمران هي عملت الدور. امينه خليل كان المفروض الدور تعمله منى زكي، ما عملتوش وحش، عملته كويس. احمد السعداني كان المفروض الدور هيعمله محمد فراج. انا مبسوط ان احمد السعداني هو اللي عمله. ما عنديش اي مشكله خالص، بس بالمنتج الاخير اللي حصل انا مبسوط جدا باللي انا شفته. هو شابوا شويه شوائب كده في الاخر، مش عايزين نتطرق ليها يعني. العمل الجاي لكريم الشناوي مع منة شلبي، ودي حاجه انا مستنيها جدا. انا مستنيه جدا. ده مسلسل ولا فيلم؟ لا مسلسل. هو مفيش غيره، ده بطل. اسمه رضا ايه؟ كوافي. لا اسمه ايه؟ رضا ايه؟ يا عندي 17 رضا هنا. رقم 1 بالنسبه لي هو مسلسل اشغال شقه. على فكره انت ما قلت الشخصيه الكوميديه انا قريتها. اللي هو مين؟ عربي، بس ما قريتش اللي انت هتحطه فوق لام شمسيه الصراحه. اشغال شقه الجزء الثاني ده بالنسبه لي بيرفكت، فان مسلسل الجزء الثاني يعلي على الاولاني انا بالنسبه لي ده شيء صعب جدا. رغم مثلا رغم ان الجزء الاولاني كان فيه مثلا انتصار اللي هو دي كانت لازمه رهيبه، بس انا حلقه فدوى عابد دي انا مالهاش حل. حلقه مدينه بتاعت نيجيريا مالهاش حل، جريئه جدا جدا جدا. الحلقه اللي كان فيها محمد عبد العظيم بيتسرق منه عربيته، الولد بيحاول اما ودى العيال المدرسه، والولد الصغير اللي بيتريق على العربي. صابر عكاش سلمنا على ام العيال. هو افضل مسلسل انا قضيت معاه وقت كويس. طبعا مش كل المسلسلات انا اتفرجت عليها، فلو عندكم اقتراح لمسلسل انتوا شايفينه كان المفروض يتحط وما اتحطش قولوا لنا في الكومنتات، واهم حاجه رايكم قولوا لنا انتوا شايفين ايه، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه في طلقني. وباي باي.